إذا في نوع حلو بيرجعنا لأيام زمان بطعمه الأصيل فهو البرازق. برازق ذهبية مقرمشة مغطاة بالسمسم والفستق الحلبي، بطعم غني بيخليكم ما تكتفوا بحبة واحدة، كمان تطلبوا واحدة ثانية. وصفة سهلة وخطواتها واضحة والنتيجة بتشهي من أول مرة. خليكم معي خطوة بخطوة لنعمل أطيب برازق شامية بطعم لا يقاوم، وحتنجح معكم من أول مرة بإذن الله. بالبداية بنحتاج للعجينة ل4 كاسات من الطحين. بنحط كاسات الطحين وبدنا نضيف عليهم كاسة سمنة. طبعا لازم يكون كل عيار بنفس الكاسة، مثل ما شايفين استخدمت نفس الكاسة. وبنعجنهم كثير كويس مع بعض لحتى نوصل لعجينة متماسكة، بس بنفس الوقت بيكون فيها ليونة، بس انه نحن بدنا يتجانس السمنة مع الطحين مثل ما شايفين تماما. هاي هي العجينة اللي وصلنا لها. بهاي الأثناء بدنا نحطها بالبراد تقريبا نص ساعة على الساعة، نريحها وبعدين بنطلعها وبنرجع بنكمل شغل فيها. بهاي الأثناء بدنا نجهز التشريبة واللي هي المكونات السائلة. عندي هون تقريبا نص كاسة مي باردة، بالإضافة لكاسة سكر إن كانت بودرة أو عادية ما بيأثر، وربع كاسة قطر، ويفضل يكون بارد وسميك. بنحركهن وبنخليهن على جنب. بعد ما طلعنا العجينة من البراد بنحاول نفتركها مثل ما شايفين تماما، يعني نرجعها نحن وكأنه عم نحط طحين وبس عليه سمنة مثل ما شايفين بهذا الشكل. هون بدنا نحط عليها التشريبة اللي نحن عملناها، وبهاي المرحلة بدنا نحاول ما نعجنها كثير، يعني تقريبا بنلم العجينة على بعضها. إذا أخذت شوية عجن ما بيأثر، إذا عجناها كثير رح تطلع قاسية عنا. منرجعها ترتاح بالبراد من الساعة للساعتين، وبدنا نجهز السمسم. عندي كمية من السمسم، بدي أضيف عليه كمان قطر بارد وسميك، وبنحركهم مع بعض لحتى نشوف إنهم صاروا يلزقوا بالإيد. وفستق حلبي إذا كان متوفر يكون مبروش بيكون أطيب وأطيب، بس أنا هون طحنتهم طحن لأن صراحة ما كان في عندي يلي بيجي مبروش برش. بعد ما طلعنا العجينة مثل ما شايفين تماما بنحاول نشكلها لكرات صغيرة، يعني ما تكون الحبة لا كثير صغيرة ولا كبيرة، متوسطة مثل ما شايفين تماما. وكمان انتو فيكم تتحكموا بحجم القرص يلي بتحبوه، يعني حسب كل مين وشو بيحب. مثل ما شايفين أول جهة بدنا نحطها بالفستق الحلبي، بعدين نقلبها على الجهة الثانية وبنرجع بنضغطها على السمسم. هون نحن بنضمن إنه هي تلزق فيها السمسم كثير كويس، لأن هو بالأساس بيلزق لأن عليه قطر وكله معجون مع بعضه. مثل ما شايفين تماما هون ما شاء الله كان القرص جاهز. طبعا بهاي الأثناء نحن بنكون مشغلين الفرن على حرارة 180 من فوق ومن تحت، وإذا في مروحة يفضل مع مروحة لتوزيع الحرارة أكثر بالفرن. بنخبزهم تقريبا بياخذوا من 10 دقايق لل15 دقيقة، يعني حسب كل مين وفرنه. وبعد ما نطالعهم من الفرن ما بنقرب عليهم أبدا لأن بيكونوا سخنين وبيتفتركوا معنا، بنخليهم ليبردوا. وبتسمعوا هون صوت القرشة، رح أترككم تستمتعوا فيها. بسم الله ما شاء الله، التشقيرة والتحميرة واللون الذهبي يلي آخذيته بغنى على إني أشرح لكم إياه. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا بالمشاهدة ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وبإذن الله جربوا هاي الطريقة ورح تدمنوها ورح تضلوا تعملوها بالبيت وعلى إيدكم. استنوني بفيديو قادم. سلام.